رهيب هر های قوم کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده برد ناجبی آلا کردن جنده برد ناجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده برد ناجبی آلا کردن جنده برد ناجبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مصرفین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده برد ناجبی آلا کردن جنده برد ناجبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابروی نشیدگن تاجی جهان بابروی نشیدگن تاجی جهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده برد ناجبی آلا کردن جنده برد ناجبی آلا کردن کردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. الشرق الأوسط ومستقبل الكرد محور حلقتنا لهذه الليلة، سنناقشها مع ضيفي الكريمين الدكتور صلاح حدو والأستاذ والخبير في العلاقات الدولية الأستاذ مسعود محمد. أرحب بكم باسمي وباسم الاتحاد العام للاتحاد لكتاب الكرد في سوريا، وسأتطرق بداية إلى نبذة مختصرة عن كلا الضيفين. الدكتور صلاح حدو من عفرين قرية شيكاتو، مواليد 1964، درس كلية الطب طب الأسنان في حلب، اعتقل من قبل المخابرات العسكرية وهو طالب ثانوي، وكان لذلك التأثير الأكبر على اكتسابه الجرأة في العمل السياسي وانحيازه للدفاع عن حقوق شعبه الكردي. اعتقل للمرة الثانية عام 2004، كما تعرض لمحاولة اغتيال من قبل النظام البعثي عام 2007، واستشهدت على إثرها ابنته الصغيرة، ودخلت عائلته بأكملها العناية المشددة. دكتور صلاح له كتاب شعري بعنوان قصة وطن من عفرين إلى خنقي، تحت عنوان الأمن الاستراتيجي الكردستاني. يعيش منذ 2019 في النرويج. ضيفي الثاني الدكتور مسعود محمد، كاتب سياسي لبناني كردي، ابن عائلة سياسية، والده فوزي محمد من مؤسسي الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع لبنان. تبنى الكاتب الذي تجمعه علاقة طيبة مع معظم القيادات الكردستانية الإيرانية، تبنى قضايا كرد إيران وكتب عن قضايا إيران عامة وقضايا كردها خاصة. نشر في العديد من الصحف العربية، ويكتب افتتاحية كل يوم اثنين لصحيفة بيروت أوبزيرفر التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية. بقي هنا أن نقول الأستاذ مسعود مختص كما نوهنا في العلاقات الدولية، ويعمل حاليا على رسالة الدكتوراه، وله كتاب مطبوع تحت عنوان حلم الدولة من مهابات إلى أربيل كردستان إيران. أهلا ومرحبا بكم مجددا. سنبدأ دكتور صلاح، سأبدأ منك، ما رأيك؟ شكرا سيدي، ولكن نحن أهل عفرين
مشهورين بتضحياتنا وتقديم الغير لمحبتنا. لذلك أنا أتمنى على جنابك أن تقدم صديقي العزيز والباحث الكردي والحاصل على ماجستير في العلوم السياسية ويتحضر ليكون طالب مجد في العلوم، دكتوراه في العلوم السياسية. لذلك أنا سيسعدني كثيرا أن تبدأ بضيفي وضيفنا وصديقنا العزيز من كرد لبنان الذين لهم فضل كبير على الحركة الكردية. تحياتي، هكذا عودناك. تحياتي دكتور. إذن لننطلق من السي في الشخصي لك، أستاذ مسعود محمد، ابن أسرة كردية مقيمة في لبنان وعضو في الحزب الشيوعي اللبناني سابقا. طبعا كيف حافظتم على لغتكم الأم في لبنان؟ وهل من خطورة على ذوبان أبنائكم هناك؟ أولا تحية لك ولكل المشاهدين وللصديق الدكتور صلاح الذي عودنا دائما على طيب معشره. أشكره جدا وأشكركم جميعا. في لبنان جرت العادة بأن نتكلم داخل بيتنا بالكردية. أنا سأخبرك حادثة صغيرة هي دلالة على كيف حافظنا على اللغة. عندما أصبح عمري 3 سنوات وذهبت إلى المدرسة لم أكن أجيد العربية، كنت أتكلم بالكردية، فأرسلت معلمتي وراء والدتي وقالت: ابنك يقول كل الوقت أريد علكة مسكة. هي لم تفهم، عفوا يعني أعتذر بالتشبيه، أنا كنت أريد أن أذهب إلى الحمام، فكنت أقول لها عفوا أزيميسكة، فما كانت تفهم علي لأنه كنت أنا أتكلم فقط الكردية. فأمي زودت معلمتي بالصف بمجموعة من الكلمات الدالة حتى تستطيع أن تتعامل معي، ومن هناك بدأت رحلتي مع اللغة العربية. في البيت نحن نتكلم جميعا اللغة الكردية ونعلم أولادنا منذ الصغر اللغة الكردية، وهكذا حافظنا على لغتنا الكردية وحافظنا على أصولنا وجذورنا الكردية، ونحن متعلقين ومرتبطين بالشأن الكردي كما قال الدكتور صلاح. فكل القيادات الكردية الكردستانية مرت من بيروت، وكانت بيروت حاضنة لهم، وكانت بيروت هي التي تؤمن لهم الدعاية السياسية والدعاية الإعلامية وتنشر أخبارهم في الإعلام، خاصة الإعلام اللبناني الذي كان له سمعة طيبة وما زال له سمعة طيبة ما بين الإعلام العربي رغم كل مهازل الزمن التي أصابت لبنان. يبقى لبنان له موقعه وله خاصيته وله شأنه الخاص مع الإعلام، وخاصة أن لبنان كان من أكثر الدول التي فيها على الأقل نفس من الحرية، حيث يستطيع كل المظلومين في العالم أن يأتوا إلى لبنان وينشروا رسالتهم السياسية من خلال لبنان. نحن حافظنا بصعوبة على لغتنا، ولكننا أصرينا على أن نحافظ على لغتنا ونتكلم بلغتنا، ولذلك نشأ جيلنا كله يتكلم اللغة الكردية. والآن الجيل الصاعد الجديد حتى يحاول أن يقرأ ويكتب اللغة الكردية، وهناك جمعيات عندنا في لبنان مثل الجمعية الخيرية الكردية التي تنظم دورات لغة كردية وتستعين بأهلنا من أكراد سوريا الموجودين في لبنان، والذين هم بصراحة متقدمين علينا بمسألة اللغة، هم يساعدون بعملية تنظيم دورات اللغة داخل الجمعية لكي يتعلم أولادنا حتى القراءة والكتابة. نعم. أستاذ مسعود، هل يمكننا الحديث عن عضو لكم في البرلمان؟ والله يا سيدي أنت يعني تضرب على الوتر الحساس. أوكي، سأسرد لك تجربة الكرد بدخول إلى المؤسسات في لبنان. بداية لم يكن لنا في كل لبنان سوى مختار واحد يمثل الأكراد. تخيل، بكل مؤسسات الدولة كان عندنا رقيب بالدرك وكان في عندنا مختار. كان قبل الحرب بلبنان أكثر من 100,000 كردي، والآن هناك أكثر من 20,000 كردي داخل لبنان. 20,000 كردي كان يمثلهم في لبنان مختار ورقيب في الدرك. انتفض الأكراد
وقام الأكراد بتجربتين ناجحتين. بالتجربة الأولى ترشح المرشح وهاب إلى الانتخابات الكردية، ورفعنا شعار صوت الكردي للكردي. في حينها الكل قال بأنه ليس هناك إمكانية بأن يجمع أصوات ولا أحد سيؤيده، وتبين أن للأكراد ثقل، وخاف السياسيون اللبنانيون من الأكراد حينها، وتبين أنه عندما يكون هناك وحدة قرار كردي هناك إمكانية لإيصال نائب للبرلمان. ولكن القرار السياسي الطائفي في لبنان منع وصول الأكراد، لأن الأكراد محسوبين على السنة في بيروت، والسنة لم يقبلوا بأن يتخلوا عن مقعد للأكراد. لذلك أنا شخصيا كتبت كتاب مفتوح لرئيس الوزراء سعد الحريري حينها، ولرئيس مجلس النواب نبيه بري حينها، طالبت فيهم بأن يكون هناك إسوة بالأقليات المسيحية حيث لهم مقعد للأقليات، بأن يكون هناك أيضا مقعد في البرلمان اللبناني للأقليات الإسلامية، وأن يتولى هذا المقعد كردي، وخاصة أن للعلويين مقعد وهم أقل عددا من الأكراد داخل لبنان. وإخوتنا الأرمن لديهم وزراء ولديهم نواب ولديهم كل شيء. لذلك من حق الأكراد أن يكونوا ممثلين كلبنانيين داخل الهيئات بغض النظر. في الانتخابات الاختيارية التالية عندما قرر الأكراد بأن يكون لهم عدد أكبر من المختارين، أنا أتذكر تماما الرئيس سعد الحريري قال أنتم عندكم مختار فنعطيكم مختار واحد. قلنا له حينها كلا، سيكون لنا لائحتنا ونحن سنخوض الانتخابات البلدية والاختيارية مستقلين. خضنا المعركة وحصلنا على 4 مختارين، وكان صوت الكردي موحدا في حينها، وكانت بالنسبة لهم بصراحة صدمة كبيرة بأن يحصل الأكراد، وكنا أن نحصل على المختار الخامس حتى في الانتخابات البلدية، مما أجبر الرئيس سعد الحريري بأن بالدورة التي بعضها أن يرشح مندوبا للأكراد. لأول مرة في مجلس بلدية بيروت أصبح لنا مندوب كردي يمثل الصوت الكردي في مجلس بلدية بيروت. الآن لا أخفيك سرا، هناك نقاش حقيقي أولا مع القيادة في إقليم كردستان، لأنه من المهم أن تكون القيادة مطلعة بسبب علاقاتها الإقليمية والسياسية في لبنان وفي المنطقة، أن تساعد وتساهم وتضع يدا معنا بمحاولة الوصول إلى هذا الهدف. ونحن نعمل، وهناك نقاش جدي بأن يكون لنا إذا ليس في هذه الدورة في الدورة القادمة مرشح خاص للأكراد على المقعد السني في بيروت ممثلا للأقلية الكردية في لبنان. نعم نحن نعمل على هذا، وهناك حتى مع القيادة الكردستانية في العراق على أن نصل إلى هذا الهدف. نعمل ذلك أستاذ مسعود. الدكتور صلاح بدك تجاوب حاليا، ما عاد في مجال. في الوطن حياتك كانت في خطر كما نوهت في البداية ودفعت ثمن ذلك، ليتك تحدثنا باختصار. الحقيقة صديقي العزيز، حياة الأكراد الظاهر يعني أنه كأنه مرسوم علينا أن نعيش بألم منذ غابر التاريخ. لا أعرف ما الحكمة الربانية من ذلك، ولكن آمل أن يحمل القرن 21 تغيرا في ذلك. أنا الحقيقة يعني من مواليد دمشق، ذهبت إلى اللاذقية ثم إلى حمص. ففي حمص كنت أدرس الإعدادية، وصارت حوادث الإخوان المسلمين ب80، وإجوا على المدرسة واعتقلوني من الصف فقط لأنه كان حسب ما قالوا في فرع التحقيق يعني أنه لساني طويل. أنا كنت أطالب أنه لماذا نحن الأكراد ليس لنا حق، يعني كأي طالب في الصف التاسع العاشر يبدأ بالبحث عن هويته عن شخصيته بالقراءة. كنا نقرأ مجلة الهدف والحرية، وكنا سعداء إذا شفنا كلمة كردستان في أحد القصائد، حتى أنني ظننت أن نشر فكرة كردستان يجب أن تبدأ من الشعر، لأنه لم يكن هناك مجال غير قصيدة
عن كردستان في مجلة الهدف والحرية. فاعتقلت في الصف ال11 الحقيقة، وكانت مأساة كبيرة. يعني كنت طالب صف 11، ولكن كوني ابن عائلة لها سطوتها في جبل الأكراد في عفرين وتعلمت على الحرية، لا حتى كنت طالب لم أتنازل للاستخبارات. يعني كنت أحاول أن مثل ما بيقولوا أضحك عليهم. يعني كنت أحاول أن لا أنفذ ما يريدون بالفعل. بقيت أسبوع ثم أطلقوا سراحي. فهذه النقطة جعلتني أفهم أنني أعيش في ليس هذا هو الوطن كما نتعلم، كما قرأت أن الوطن هو كذا هو كذا هو كرامة. أحسس أنه لم تكن لي كرامة. يعني من السيارة من المدرسة إلى الفرع لسه ما بيعرفوا شو عامل ولا ماني عامل. ضرب وقتل ومسبات وشتائم فالحقيقة كانت نقطة انعطافية في حياتي. تبعها جعلتني أبحث وأقرأ التاريخ كثيرا. لماذا نحن الأكراد محرومين من كل شيء؟ يعني كان قمة هدفي أن يصل الكرد إلى مستوى المنظمات الفلسطينية، أن يكون لدينا عدد من المجلات من الجرائد، أن يكون لنا صوت مسموع، أن يكون لنا مراقب في الأمم المتحدة. كنت أستغرب، يعني نحن 40 مليون 50 مليون 60 مليون، لأنه من 50 سنة أنا بذكر حالي ونحن نقول الكرد هم 50 مليون. أنا أتوقع الكرد أكثر من 100 مليون يعني، ولكن موضوع طويل. فهذا الشيء بكل الأحوال سنتطرق إلى هذا. نعم. المرة الثانية اعتقلت في 2004، وحكى الأمن أنه نحن اعتقلنا طاووس عفرين لأنني استطعت أن أعمل أمور تثبت هويتنا الكردستانية في عفرين، فكانوا يخافون من ذلك. قالوا لي بصراحة مجرد أن تخرج من عفرين يا أخي أنت اطلع لحلب لحمص واعمل اللي بدك إياه، يعني بس أنت هون عم بتشوشر علينا. الشوشرة كانت أني كنت أفضح مخططاتهم. يعني أنا عشت بين العرب وأفهمهم تماما، وأفهم سيكولوجية التفكير، وفهمت سيكولوجية الأمن منذ اعتقالي الأول والثاني. فبحثت في هذا الجزء بالخاص، يعني جزء الأمن وقمع الشعوب. قرأت لسعيد الجزائري المخابرات والعالم وأكثر منها لأفهم كيف نستطيع أن نصل. الحقيقة تجربتي مع النظام السوري هو نظام غبي. يعني أنا أكثر من جلسة كان لنا، والأمن كان كل فترة يستدعينا. أنا باعتقادي لو كانوا هن حريصين على سوريا لا عملوا بالنصائح اللي أنا نصحتهم إياها، بأن نحافظ على الكيان الموجود ونعترف ببعضنا. حتى أنا قلت مرة لرئيس المخابرات السورية إذا كنتم جادين سنحل مشكلة الكرد في سوريا مع شرب فنجان القهوة، ولكن أنا أشعر من حديثك أنك غير جاد. لذلك حدثت بعدها محاولة اغتيالي بعد لقائي مع رئيس المخابرات السورية، التي أتت على هامش أو على خلفية أنني ترشحت في 2003 لمجلس الشعب كعضو مستقل عشائري، ودعمتني عشيرتي في ريف حلب التي تقدر بحوالي 60,000 رشواني، ودعمني كافة الأحزاب. الحقيقة صارت يعني نكتة أنه الشخص الوحيد اللي دعموه مشايخة العلويين في معبطلي، ومشايخة الإيزيديين، ومشايخة السنة مثل الشيخ حسين الصوفية، والأحزاب الشيوعية بأقسامها، والأحزاب الكردية كان الدكتور صلاح. فعملت مشكلة عند فرع حلب، لذلك ألغوا الانتخابات. شفت انتخابات سوريا في كل العالم، البرلمان يوم، في سوريا يومين. يوم الأول بيشوفوا شو بصير، ثاني يوم بيقرروا
يطالعوا قائمة الظل، وهذا اللي صار. نعم، شكرا دكتور. لدينا أسئلة كثيرة. شكرا. الأستاذ مسعود فوزي، أنت معروف كخبير في شؤون كردستان إيران. تقويمك لأجزاء كردستان بشكل عام وكردستان إيران بشكل خاص، لا سيما أمام حملة العدمات التي تتم بحق أصحاب الرأي. أولا أناشد من خلال هذا البرنامج كل العقلاء في هذه اللحظة الصعبة بأن نكون جميعا خلف كردستان العراق، فهي العمق القومي الأمني لنا جميعا، هي أمننا القومي الكردستاني. وأطالب الجميع بأن يكونوا عاقلين في التعامل مع الخلافات الداخلية ومع كل هذه المسائل التي تحصل هناك. اليوم عندنا قاعدة خلفية مهمة جدا نستطيع أن نتحرك جميعا من خلالها، هي كردستان العراق. الأحزاب الكردستانية الإيرانية كافة موجودة في كردستان العراق، وهي التي تؤمن لهم الخلفية لعملهم السياسي ولعملهم العسكري وللانطلاق من هنا باتجاه تحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية في كردستان إيران. لذلك أولا وآخرا الحفاظ على تجربة كردستان العراق، هذا بداية قبل أي شيء، لأننا جميعا نشعر بأن هذه التجربة مهددة، وهناك من يحاول أن يسقط هذه التجربة. لذلك على الجميع بدون استثناء التخلي عن كل الخلافات والوقوف صفا واحدا خلف قيادة كردستان العراق في هذه. ماذا عن كردستان إيران وأنت خبير في شؤون؟ بالنسبة لكردستان إيران هناك مشكلة الوحدة التي هي نفس مشكلة أكرادنا في سوريا. هناك انقسام داخل الأحزاب الكردية الرئيسية في كردستان إيران، ولكن أنا أعلن بشارة من خلال هذا البرنامج. أنا شخصيا أولا كنت موجود عند الانشقاق الأول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأنا شخصيا جمعت الأستاذ عبد الله حسن زادة والأستاذ مصطفى هجري في اللحظة الأولى من الانشقاق، وقلت لهم إن شقيتم سياسيا لا بأس، ولكن لا قتال. ونجحنا بأن نمنع أي قتال بين الحزبين، وحافظنا على حزب الدكتور عبد الرحمن قاسملو للمستقبل. بلحظتها ما كنا قادرين نحافظ على هذا الحزب بشكل موحد، استطعنا أن نحفظه للمستقبل. البشارة التي أعلنها الآن، هناك مفاوضات جدية، وأنا اشتغلت على هذا الملف أكثر من 10 سنوات وأنا أعمل على هذا الملف. وحدة الحزب الديمقراطي، رفع اسم الدكتور عبد الرحمن قاسملو ورفع اسم الدكتور شرف كندي من جديد في كل الساحات. هناك مفاوضات أصبحت تقريبا في خواتيمها لتوحيد الحزب الديمقراطي، وهناك مفاوضات في الصف الآخر في حزب كوملة بشقيه بثلاثة أقسامه. أنا أعمل أيضا على ذلك الملف، وأستطيع أن أعلن بشارة جيدة بأنه على الأقل جناح الأستاذ عبد الله مهتدي وجناح عمر خانزادة أصبحوا قريبين جدا من الوحدة، وهذا سيساعد بشكل مهم. والأهم من ذلك، هناك الآن جبهة كردستانية إيرانية تضم الأحزاب الأربعة، وهم ينسقون بشكل جيد، وأصبح لديهم وجودهم داخل كردستان إيران. والحزب الديمقراطي ببشمركة خاصة قسم الأخ مصطفى هجري هم موجودين داخل كردستان إيران ويتحركون، وكذلك جناح الأستاذ عبد الله مهتدي لديه بشمركة يتحرك وينتقل إلى إيران ويخرج وينشر الدعاية السياسية. أستطيع أن أقول لك بأن وضع كردستان إيران جيد. جماهيرنا هناك متحفزة، جماهيرنا هناك مستعدة بأي لحظة إذا صار انتفاضة جدية وهناك قرار سياسي جدي بأن يقاتلوا وأن يواجهوا النظام الإيراني. ولكن المشكلة بالقرار الدولي، ليس هناك قرار دولي لإسقاط النظام الإيراني، وبالتالي أي تحرك سياسي الآن في هذه اللحظة سيكون، خاصة التحرك العسكري، سيكون تحرك حرج غير مدعوم
لن يستطيع أن يقوم بأي عمل عسكري مؤثر في هذه اللحظة. لذلك من الأفضل أن نبني جبهتنا السياسية داخل كردستان إيران، وهناك عمل جدي على هذا الموضوع لبناء تلك الجبهة السياسية داخل كردستان إيران. وأستطيع أن أؤكد لك بأنه هناك تفاهم مهم بكردستان إيران، والآن انتقل العمل لبناء جبهة إيرانية. هناك نقاشات جدية يجريها الأخ مصطفى هجري والأخ عبد الله مهتدي مع الأطراف الأحوازية ومع البلوش ومع التركمان ومع الأزريين داخل كردستان إيران والمناطق الإيرانية الأخرى، لأنه أريد أن أشرح لك مسألة مهمة. حدود إيران يمسكها الشعوب الإيرانية التي يسميها النظام الإيراني أقليات. إذا الأكراد والبلوش والأحوازيين والتركمان اتحدوا وأعلنوا الثورة في مناطقهم، سيختنق الفرس في وسط إيران، ولن يستطيع الفرس أن يكون لهم أي منفذ خارج إيران. لذلك من المهم جدا أن نعمل على هذه الجبهة ونوحد هذه الجبهة، وأن يكون شعارنا في هذه المرحلة إسقاط النظام بإيران. بعد ذلك سيكون هناك ديمقراطية وحرية، وسنسعى إلى الفيدرالية لأكراد إيران داخل إيران. أتمنى ذلك. بريقة أمل. أحييك دكتور. دكتور صلاح حدو، أنت ترى دائما مصدر معاناة الكرد من بريطانيا حسب متابعتي له، رغم دخول الكثيرين على الخط. لماذا تحديدا بريطانيا؟ الصوت دكتور. صديقي العزيز، هناك مقولة سياسية. سمعتني دكتور؟ نعم تفضل. سمعت. هناك مقولة سياسية تقول إن شعبا يشخص مرضه بشكل خاطئ لن يشفى، وهذا كلام سليم أثبتته الوقائع. أنا من دراستي للتاريخ الكردي بعين مراقب وعاشق لإيجاد ثغرة لحلحلة هذا الحصار على القضية الكردية، قابلت في كل مفاصل التاريخ المحاولات الكردية فشلت بسبب دور بريطاني، إن كان مباشرا أو غير مباشر، إن كان من ثورة الشيخ عبيد الله النهري وثورة البدرخانيين، ثم ثورة الشيخ سعيد بيران وديرسم، وصولا إلى مهاباد، والدور البريطاني مشهور في إفشال دولة مهاباد، وصولا إلى الريفرندوم الأخير ودور بريطانيا حتى في احتلال عفرين. ما وضحه التاريخ لي أن ملف الشرق الأوسط المعني الأكبر به كانت بريطانيا، كما أن فرنسا معنية أكثر بملف أفريقيا. لذلك أنا اقترحت على القيادة في كردستان، وأعتقد أنهم أخذوا اقتراحي على محمل الجد. أنا اقترحت بفتح ملف من الصفر، ملف العلاقات مع بريطانيا. وأنا أقول لبريطانيا أننا كمثقفين كرد، ولست أنا فقط الدكتور صلاح، ولكن الكثير من المثقفين الكرد يعرفون وباتوا يعرفون تماما أن من يقف كبند أساسي كحجر عثرة كبير أمام طموحات الشعب الكردستاني هي السياسة البريطانية المبنية على نقاط أعتقد أنها خاطئة أو بحاجة إلى تجديد نتيجة هذه السنوات، وخاصة دور البريطاني في شركة بريتش بتروليوم وما يساندها من الدول من الملكيات الأوروبية، لأن كافة العائلات المالكة في أوروبا لها أسهم
في بريتش بتروليوم، وهذا كان السبب الأساسي الذي فضح هذه النقطة في بعد ريفرندوم الحرية في كردستان. أنا أطالب الساسة البريطانيين ومن منطلق إنساني وأخوي، ولا أطمح في عدائهم لأننا لسنا بقوتهم، ولكن أطالب الساسة البريطانيين كمثقف أن يبدأوا بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع كردستان وآمال الشعب الكردي وكيفما كانت. ولن أدخل في الماضي الذي جعلهم يقفون أو يعادون قضية التحرر الكردستاني، ولكن أناشدهم باسم الإنسانية، باسم عراقتهم الكبيرة، أن نبدأ صفحة جديدة في العلاقات الكردية البريطانية. وأنوه في نقطة صغيرة قبل أن أختم باختصار لو سمحت دكتور. أتمنى من كل الجمعيات والاتحادات الثقافية والسياسية والمنظمات حقوق الإنسان أن يضعوا لهم هدفا في مخاطبة السياسة الخارجية البريطانية ودق الباب يوميا. نتمنى ذلك. تردنا أسئلة كثيرة سنتوقف عليها بالتأكيد، يسعدنا ذلك. أستاذ فوزي مسعود، ماذا عن البارتي الممثل التاريخي لكرد إيران؟ وسؤال فرعي، لم نعد نسمع بقاسملو آخر وشرفكندي آخر في هذا الحزب. يؤسفني أن أقول بأن الحزب بمرحلة ما بعد اغتيال خاصة الدكتور شرفكندي، لأن الدكتور شرفكندي عندما استلم مرحلة ما بعد قاسملو بصراحة كان قد الحمل وحمل المسؤولية بجرأة، وهذا ما أدى إلى القرار السياسي داخل إيران باغتياله، لأنهم كانوا يعلمون بأن ما يميز حتى الدكتور شرفكندي عن الدكتور قاسملو رحمة الله عليهم أن الدكتور شرفكندي كان عنده صبر أكثر، وكان منفتح على الأحزاب الكردية الإيرانية الأخرى بشكل أكثر. لا أقول بأن الدكتور قاسملو لم يكن منفتح، ولكن لكل منهم ظروفه، إلا أن كان معروف عن الدكتور شرفكندي الذي لم يأخذ حقه بالدراسة بصراحة، لا بوسط المثقفين ولا بوسط الأحزاب. إنه كان إنسان هادئ صبور، يستطيع أن يقرأ بين السطور ويستطيع أن يمد العلاقات بشكل ممتاز مع جميع الأطراف ليشكل الوحدة الكردستانية ومن بعدها الوحدة الإيرانية على مستوى كل المعارضة. بعد مقتل دكتور شرفكندي أصيب الحزب الديمقراطي بمقتله بصراحة، لأن الرفاق لم يستطيعوا أن يعوضوا غياب دكتور شرفكندي وغياب دكتور قاسملو، وأتى بعد ذلك خلافهم الداخلي وانقسام الحزب ليؤثر على الحزب وعلى دور الحزب. لذلك اشتغلت بشكل كثير خاص على هذا الملف، وعملت على تقريب وجهات النظر حوالي 10 سنوات وأنا أعمل، وليس من فترة طويلة أرسلت رسالة لقيادتي الحزبين الديمقراطي لنعمل من جديد على توحيد الحزب. وأخيرا الحمد لله أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة ممتازة، حيث يمكنني أن أقول بأنه قريبا سيتم إعلان نوع من الوحدة السياسية ما بين الحزبين، وكذلك بين حزبي كوملا، وصولا إلى وحدة كردستانية إيرانية. نعم أنا مثلك مشتاق إلى أن أسمع من جديد بالدور الريادي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، فهذا الحزب عودنا على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، وخاصة ورد سؤالين مهمين هنا أنا أتابعك سنتطرق أستاذ مسعود. سأل عن دور إيران. دور إيران في هذه المرحلة شئنا أم أبينا دور إقليمي مهم في المنطقة، وهي تحاول أن تفرض على المنطقة أجندتها. نحن بحاجة إلى حزب ديمقراطي قوي لمواجهة هذا الدور الإيراني، وعلى الجميع أن يساهم بتقوية الحزب الديمقراطي وبتوحيد الحزب الديمقراطي، وكذلك توحيد حزب كوملا وتوحيد المعارضة الكردية الإيرانية، لأن المعارضة الكردية الإيرانية هي الأداة الأقوى، ونحن
من لدينا قوات بشمركة عسكرية جاهزة نستطيع أن نشتبك مع هذا النظام بأي وقت إذا وجد القرار السياسي. وبالختام أنوه بما قاله الدكتور صلاح حول الدور المشبوه لبريطانيا، وأتمنى مثله أن نصل إلى مرحلة نستطيع أن نتفاهم نحن والبريطانيين على المستقبل معا، لأننا مضطرين بأن نعيش معا وأن نكون معا. شكرا دكتور صلاح. عفرين الجرح وأنت ابن عفرين، لماذا وصلت إلى هذا المصير المفجع؟ سيدي، حقد عفرين هو جرح عميق يعني في قلب أي كردي، وأنا واثق هو في قلبك كابن القامشلي ربما مثلي أو أكثر كابن عفرين. أنا هذا ما أشعر به عندما أكون بين المثقفين الكرد، وخاصة في اتحادنا. أراهم أن عفرين ومأساة عفرين وآلام الشعب الكردستاني في عفرين هي هاجس الجميع، يعني حتى أحيانا أشعر أنهم يفوقونني ولاء وانتصارا لعفرين. ولكن كما قلت يا سيدي، إن شعب يشخص مرضه بشكل خاطئ لن يشفى. لنأتي إلى الأحداث التي سبقت عفرين، احتلال عفرين بهذا الشكل الهمجي وبشكل بسيط. جميع الكرد في كل العالم هدفهم الاستراتيجي يطلبون وطن، فهناك من شخص الحالة الكردستانية بأنهم لا يحتاجون وطن، يحتاجون إخوة ديمقراطية، وهذا تشخيص خاطئ للمرض، وأعطوا أدوية تناسب الحل الإيكولوجي، وكانت النتيجة درامية علينا. قلنا كثيرا نحن في كردستان سوريا ليس لنا قدرة على مواجهة تركيا. تركيا تحتل جزء كبير من كردستان، ولكن من الغباء أن نعمل صورة كبيرة لعبد الله أوجلان الكردي التركي مقابل الحدود التركية لاستفزاز الرأي العام التركي والاستخباراتي. طبعا أشك حتى أن عمل الصورة كان هناك كمخطط عمالة من قيادة حزب العمال الكردستاني. ثانيا، عندما نريد أن نشخص مرضنا يا أخي العزيز في اليوم دكتور لدي أسئلة كثيرة بهذا الخصوص. ما هو مرعب في ملف عفرين هي المستوطنات. ماذا يجب علينا أن نفعله لمنع محو الملامح الكردية لعفرين قلب كردستان سوريا؟ لا شك أن التغيير الديمغرافي هو من أقذر ما تقوم به السلطات الدكتاتورية. لم يحدث يوما أن قامت سلطة ديمقراطية في دولة ما بتغيير ديمغرافي. حتى التغيير الديمغرافي الذي حصل بحق الهنود الحمر يعتبر وصمة وجريمة في جبين الأمريكان، السلطات الأمريكية. حقيقة ما يحصل هو يعني شيء مبرمج من الاستخبارات التركية واتفاق ضمني من الاستخبارات السورية أصلا، وبتشجيع على الأرض من الاستخبارات الإيرانية. يعني لاحظ نحن حظنا كم هو سيء. لذلك الحل في وقف هذا الشيء، وهذا شيء مرحلي في هذه المرحلة، ولكن يجب علينا مقاومته حتى لا يصبح دائم. في زمن الحروب هناك تغيرات ديمغرافية في كل أماكن ممكن تصير، ولكن هي تغيرات مؤقتة. تركيا تطمح لأن تجعله تغيير ديمغرافي دائم، ولذلك علينا أن نواجه هذه الحقيقة بعدد من الأمور الاستراتيجية التي يجب على الكرد القيام بها. أنا قلت يعني يردنا دكتور سؤال ملفت
متعلق بالموضوع ذاته. مصدق عاشور الأستاذ: لقد حذرت ممثل محي الدين شيخ علي بخطورة احتواء المهجرين حيث سيتحول إلى احتلال. لماذا تعلمت الأحزاب عن ذلك؟ أعتقد ما يقصده لماذا لم لما استعامت. نعم أيضا في هذا السياق. تفضل. الحقيقة يعني أنا قلت هذا الموضوع بحاجة إلى تشخيص عميق. يعني يأتي سبب الإشكال من بداية بكك في عفرين وإلى النتيجة الدرامية والدراماتيكية التي أوصلونا إليها. أنا مع الإنسانية في أي مكان، مع استقبال المحتاجين عندما تكون منطقتنا منطقة أمان كما كانت في عدد من السنوات، ولكن يجب أن تكون الأمور مدروسة دائما. PKK كحزب راديكالي يساري، الحقيقة التفكير العسكري هو المسيطر على فكر هذه الأحزاب، والتفكير العسكري لا يمكن أن يفهم أبعاد السياسة، وهذا ما حدث. يعني هذا ما حدث. أنا برأيي وطرحت المبادرة الأولى وخاطبتهم عندما بدأت 72 طائرة في الطيران وقصف أجواء عفرين. قلت لهم يعني الرسالة الدولية واضحة، لذلك يجب عليكم أن تسحبوا البساط من تحت الحكومة السورية التي تآمرت مع تركيا، ومن تحت الدور الروسي الحقير والإيراني أصلا، بأن تتفاوضوا مع الأتراك بتسليم المدينة ضمن شروط لدخول العنصر التركي بعيدا عن العنصر العربي، وتحمو المدينة من التدمير والسياسة التي هم مقبلون عليها. ولكن للأسف يعني العسكر عندما لا يريدون أن يفهموا يخونون. هذا رأي أردوغاني أو كذا، وكان ممكن أن نضرب كافة المتعاونين أو المتآمرين على عفرين لو كان هناك عقل سياسي بين جماعة الفيدة أو الإدارة الذاتية في عفرين بالتفاوض مع تركيا بعد اليوم الأول 72 طائرة. نحن لسنا بحاجة لمقاومة العصر، فليس هناك منطق عاقل يقول أن تقاوم مدينة صغيرة ثاني جيش في الناتو. شكرا دكتور، شكرا. الأستاذ مسعود فوزي، صدر لكم كتاب حلم الدولة الكردية من مهبات إلى أربيل كردستان إيران. هل ترون في أربيل امتداد لمشروع الشهيد قاضي محمد الموؤود؟ أصلا أربيل هي توأم مهبات، والملا مصطفى البرزاني رحمة الله عليه ذهب إلى مهبات ليكون قائد جيشها ويدافع عنها، وبالتالي الارتباط الروحي من مهبات إلى أربيل والارتباط الفكري والسياسي من مهبات إلى أربيل موجود بالجغرافيا وبالتاريخ وبالوجدان. هذا سامحني مش مسعود محمد يستطيع أن يقيم هذه التجربة. هذه التجربة قيمتها دماء الشهداء البرزانيين والأكراد العراقيين الذين انطلقوا خلف الملا مصطفى البرزاني ليدافعوا عن مهبات. وكذلك لم يقصر أهل أكراد إيران بالدفاع عن أربيل عندما احتاجت أربيل إليهم. وأنا أعلم بأن القيادات الكردستانية الإيرانية كانت دائما جاهزة بقواتها العسكرية وبقواها السياسية للدفاع عن أربيل وعن وجود كردستان إيران. وبالتالي الترابط الروحي والوجداني والفكري والسياسي موجود بمسعود محمد وبدون مسعود محمد. أنا نقلت في كتابي ما هو موجود بالواقع، والواقع يقول بأن الحلم ممتد من مهبات وإلى أربيل. من حقنا أن نقرر مصيرنا. قام الرئيس مسعود البرزاني بالاستفتاء بالرغم من كل
الرأي العام الدولي الذي قال له لا تقم بهذا الاستفتاء، وجعلنا ندفع ثمنا غاليا الرأي العام الدولي لأننا واجهناه ووقفنا بوجهه، وأسقط من يدنا عبر بعض خواناء الداخل مدينة كركوك. ومع ذلك أنا أقول حقنا أن يكون عندنا هذا. ربما الظروف السياسية الآن ليست مناسبة، ولكن لا أحد يستطيع أن يسرق منا هذا الحلم، لا في مهابات ولا في أربيل ولا في ديار بكر ولا في القامشلي ولا في عفرين. حقنا بأن يكون عندنا هذا الحلم. نتمنى ذلك، نتمنى. دكتور صلاح، أنت من الذين تتحدثون دوما عن دور المثقف. كيف تقيمون دور المثقف الكردي خلال ال10 سنوات الأخيرة؟ هل يا ترى كان بمستوى الحدث العظيم؟ سيدي، أنا في البداية راح أعرف المثقف مثل ما أنا بشوفه. يعني المثقف لو سمحت. نعم، هو صاحب الفكر النير الذي يرى المستقبل نتيجة الآليات والمعطيات التي لديه قبل غيره، ولكن يحافظ على شرفه وضميره وثقته بشعبه أو ثقة شعبه به. لذلك السوشيال ميديا اليوم يعني هو من الشغلات الجميلة في ال10 سنوات الأخيرة، يخبرنا أو يذكرنا دائما بأن المثقف الكردي، أنا سأتحدث فيما يخص الكرد، المثقف الكردي الذي ينطبق عليه التعريف الذي قلته البعيد عن الارتزاق، كان مبدعا وكان مبصرا للمستقبل كأنه مبصر، ولكن هو استطاع الوصول ووضع المستقبل وما سوف يجري لصالح الشعب والساسة على طاولة من ذهب أو من فضة كما يقولون. ولكن المشكلة، هل سمع الساسة صوت المثقف الكردي؟ لا شك أن عدد من ينطبق عليهم تعريف المثقف الكردستاني أو الكردي هو قليل، ولكن أنا باعتقادي ما يذكرنا به السوشيال ميديا اليوم أنني في قبل 8 سنوات قلت كذا وكذا وكذا سيحصل وحدث كذا وكذا، وقال إبراهيم يوسف وقال خورشيد وقال مسعود فوزي. يذكرنا السوشيال ميديا بأننا كنا بعيدين عن الخطأ وقريبين من الصواب أكثر من 80%، ونحن أشخاص عاديين بعيدين عن المؤسساتية التي يعيش بها الغرب. لذلك أنا أعتقد أن المثقف الكردي كان مبدعا، ولكن صوته لم يكن مسموع. للأسف ما زال معظم القادة المرحليين السياسيين يبحثون عن الولاء أكثر مما يبحثوا عن الإبداع الذي يخدمه. ولدينا آلاف الوسائل التي يمكن أن نقدمها في المواقف الاستراتيجية. قدمنا رأي كذا، عندما أخذوا به نجحوا، ولكن أخذوا به باسم أحد آخر، حتى لم يتنازلوا أن يقولوا هذا الرأي المبدع كان من كذا. شكرا دكتور. الأستاذ مسعود محمد، عول كثيرون على جو بايدن 6 أشهر مرت والكرد ليسوا في حساباته. ماذا ينتظر بعد؟ أولا علينا أن نتكل على قوانا الذاتية. هذه هي رسالتي لكل أجزاء كردستان. بدون أن يكون عندنا قوى ذاتية محلية متفقة ومتحدة، كما تراني أراك يا جميل، هكذا يقول المثل. إن لم نكن قوة فعلية على الأرض لن يأخذنا أحد بعين الاعتبار. بايدن الآن مشغول بمسألة واحدة، الاتفاق النووي مع إيران. هذا هي بالنسبة له داخل الشرق الأوسط أولويته. بعد أن يتفق على الاتفاق النووي مع إيران
سيكون هناك تفاصيل أخرى، ولكن أقول لك بأن كردستان العراق وليس كل العراق هي ضمن الاستراتيجية الأمريكية، وسيتم الحفاظ على منطقة كردستان العراق، ليس لأن الأمريكيين طيبين وهم يحبون الأكراد، لأن منطقة كردستان العراق كجغرافيا تفصل ما بين المنطقة العربية وإيران، هي مهمة بوجودها وبموقعها وبالدور الذي يمكن أن تقوم به لمنع التقدم الإيراني باتجاه هذه المنطقة. لذلك نجد بأن الدول العربية تقريبا كلها مجتمعة تؤكد على دور وأهمية كردستان العراق، وتساند كردستان العراق وتقف خلف كردستان العراق وتعمل كل شيء حتى لا يسقط كردستان العراق. أصبح كردستان العراق هو العراق في هذه المرحلة، وهو الذي يحافظ على العراق والدور العراقي ووحدة العراق واسم العراق، ويبقيه دولة مستقلة. كان بإمكان الأكراد أن ينفصلوا بالبدايات بالتسعينات، لكنهم لم ينفصلوا، قرروا أن يبقوا ضمن العراق وأن يحافظوا على هذه الدولة. بايدن أجندته خاصة، يريد الانسحاب من المنطقة، يريد أن ينكفئ إلى داخل أمريكا، يريد أن يواجه المارد الصيني، بالنسبة له أهم بكثير من المنطقة عنا. هناك خطر حقيقي على كل أمريكا. الصين تقريبا مشترية كل شيء داخل أمريكا، وتستطيع بلحظة من اللحظات أن تستولي على الاقتصاد الأمريكي. لذلك هناك قلق حقيقي من الصين. الأولوية بالنسبة للأمريكان الصين والتوجه الصين ومواجهة الصين، نحن بالنسبة لهم تفصيل صغير على الخريطة. لذلك لا ننتظر من بايدن. شكرا. وردتنا الآن ملاحظة من زميلنا الشاعر نزار يوسف، يقول بما معناه: نتمنى من المثقفين الكرام عدم ذكر اسم أي جزء من أجزاء كردستان، عدم ذكر اسم الدولة المحتلة لهذا الجزء، وكأنه هذا الجزء تابعا ومرادفا للسلطة المحتلة، جنوب كردستان وليس كردستان عراق، وهكذا شمال كردستان وليس كردستان تركيا إلى آخره. ولنضع النقاط على الحروف لنكون مثالا صادقا للمستمعين والمشاهدين. مع الشكر، كل الشكر صديقي زميلنا نزار. نعم. نعم. الدكتور صلاح حدو، الشاعر والطبيب، كيف توفق بين ذلك؟ قلت لك في البداية صديقي، أنا عندما كنت أشاهد قصيدة صغيرة أو حتى لم تكن قصيدة بمفهوم القصيدة في مجلة الهدف والحرية، كنت أظن أن الطريق لنشر اسم كردستان هو عبر الشعر. لذلك أعتقد أن من يقرأ كثيرا يصبح شاعرا. أنا مع هذه النقطة، ولكن هي مشاعر أكثر منها. نحن الكرد تعلمنا دائما أن نخبئ أو أن نواري أو أن نعطي صور رمزية نتيجة الديكتاتوريات التي كنا نعيش تحتها قبل خروجنا إلى أوروبا. فكانت الرمزية في الشعر تساعدنا كثيرا، وأعتقد أن هذا هو السبب الأساسي. النقطة الثانية، الإنسان الكردي مليء بالمشاعر، الحب والعشق والكره والبغض والاحتقار، المشاعر التي يراها، والنظرة الدونية من المحتلين والظلم، وهذه كلها تخلق لديه موجات عارمة من المشاعر لابد أن تخرج عبر شيء ما، إن كان في كتابة الشعر أو الغناء. لذلك لاحظ أن الثقافة أو الفلكلور الكردي من أغنى الثقافات في الشرق الأوسط. الحقيقة أنا حاولت أن أكون حتى في مهنتي من المبدعين دائما، لحتى أثبت أن الكردي قادر على النجاح والإبداع، وهذه نظريتي من اليوم الأول إلى الآن. أحب أن يكون الكردي في كل مكان مبدعا،
لا أن يعتبر أن الظروف ظلمته لذلك عليهم أن يراعوا وضعه لأنه كردي. بالعكس، أنا أعتقد أن الكردي الذي سيخدم قضيته يجب أن يكون مبدعا في كل منحى من مناحي الحياة التي يعيش بها، بدءا من أنه كعامل عادي وصولا إلى في الطب والهندسة وكافة العلوم. لذلك أنا أركز على هذه النقطة، وأتمنى من الجيل القادم أن يتبع هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية صحيحة. نعم. الأستاذ مسعود محمد، ماذا تخبرنا عن مشروعك الأكاديمي؟ إلى أين بحثيا؟ ماذا ننتظر منك؟ أولا أنا الماجستير مالي كانت عن العبودية في الإسلام. كتبت رسالة عن العبودية في الإسلام، وأخذت نموذج كيف استعبد هؤلاء الدواعش نسائنا الإزيديات الأحرار، وماذا كان الهدف من وراء الفعل الذي قاموا به. وسألت سؤالا مهما في رسالتي: هل هم يتبعون القواعد الشرعية الإسلامية بالعملية التي قاموا بها؟ وكانت هناك خلاف حقيقي بيني وبين المشرفة على رسالتي، لأنها قلقت وشعرت بأنني مسكت بتفاصيل مهمة لها علاقة بالاعتقاد وبالوجدان لهؤلاء المسلحين الذين كانوا بكل إيمان يمارسون هذا الفعل بحق نسائنا الأحرار. فقالت لي بكل وضوح: مسعود، هل تعلم أنت ماذا تكتب؟ قلت نعم، وأنا مصر أن أكتب، وهذه ليست أول مرة. على فكرة بين هلالين بال2010 عندما بدأت مواجهتي مع حزب الله بلبنان والقوى المناوئة لإيران، الكل قال لي بال2005 عفوا، الكل قال لي: مسعود، أتعرف نتيجة ما تقوم به؟ كانت النتيجة أن نشروا صورتي مع العلم الإسرائيلي وخونوني، وأنا من 2010 لم أذهب إلى لبنان ولم أشاهد أمي إلا بعد 7 سنوات. والآن أنا مستعد أن أقوم بنفس الشيء. قمت وكتبت رسالتي، والحمد لله رسالة الماجستير مالي حصلت على امتياز مع مرتبة الشرف مع علامة كاملة. الآن الدكتوراه ستكون بنفس المنحى. سأكتب كيف تعامل داعش بنشر رسالته بحق الأقليات، ولكن هذه المرة ليس فقط أقلياتنا الكردية الإزيدية، أيضا الدينية بما فيهم المسيحيين. وسأخذ نموذج العراق لأحلل، لأن العراق رسالة مثل لبنان فيها مجموعة من القوميات العرقية والدينية، ومهم جدا أن نحافظ على هذا النسيج داخل العراق، وأن يستطيع. الوحيد الذي قدم نموذج للتعايش في كردستان العراق في عراق هو كردستان العراق، التي حفظت الأقليات وحفظت موقعهم وأعطتهم الحق بالتمثيل السياسي. لذلك من المهم جدا أن نعمم هذا النموذج على العراق عامة. رسالة الدكتوراه التي سأعمل عليها هي هذا الموضوع، والماجستير الثانية التي سأعمل عليها هي حزب الله ونشأته ودوره داخل المنطقة والأدوار الإرهابية التي لعبها في كل المنطقة. كل التوفيق. كل التوفيق أستاذ مسعود. الدكتور صلاح حدو 100 عام على سايكس بيكو وسيبر، ماذا عن مستقبل الكرد في المئوية المقبلة؟ سؤال جميل صديقي العزيز، وهذا جواب هذا السؤال يقع حله في قسمين. القسم الأول هم ماذا خططوا أولئك الذين عملوا سايكس بيكو وهم اليوم في الناتو مع أمريكا وغيرها، ما هي خطوتهم الثانية؟ وهنا الدور البريطاني كما ركزت عليه، والدور الفرنسي. والنقطة الأهم هي ماذا يعمل الكرد، ماذا يحضرون، كم فهموا من دروس 100 سنة. الحقيقة هنا أتمنى أن تعطيني شيء بسيط
حتى أستطيع أن أجاوب على هذا السؤال. تفضل. من منطلق عاطفي أنا أتمنى أن تتحرر كردستان ويكون لنا دولة جميلة وتصبح رفاهية مثل الدول الإسكندنافية، ولكن ما يجب علينا أن نفهم أولا على الحراك السياسي أن يفهم متطلبات الشعب، أن يشخصوا حقا مرض الشعب، المرض الذي تعيش فيه القومية الكردية أو الشعب الكردي أو كردستان كأرض، كي نجد العلاج الجيد. فلا يمكن أن توصف علاج جيد إذا كان تشخيصك خاطئ. تشخيصنا لسنا بحاجة لإيكولوجيا، لسنا بحاجة لأخوات شعوب وهذه الفزلكات، لسنا بحاجة لغوغائيات. لا، الشعب الكردي مثله مثل باقي شعوب العالم على أرضه التاريخية يحتاج إلى وطن. إذن يجب علينا وضع هذا الهدف والاتفاق عليه ثم العمل بناء عليه. ماذا علينا أن نعمل ككرد؟ قال الأخ مسعود وأثبتت كافة العوامل في العالم أن القوى العظمى إذا أرادت أن تنشئ شيء ممكن، كما جنوب السودان، كما تيمور الشرقية، بغياب أي حوافز أو مبرر أو أساسيات الوجود. ولكن إذا كنا شعبا واعيا واستطعنا تجميع أصواتنا كما فعل الكرد في لبنان، كان الحريري ممكن يعطيهم مختارين، هن لما اجتمعوا واتفقوا بين بعضهم حصلوا على 4 مع الخامس كان راح يحصلوا عليه. لذلك الكرد اليوم بحاجة إلى توحيد هذه النقطة. كل من يطرح موضوع خارج موضوع آمال الشعب الكردي وهو إقامة دولة كردستان، هذا يعتبر تشخيص خاطئ، وعلى الشعب الكردي أن لا يثق به بعد اليوم. وإذا كان هناك مجال سأضع آلاف الوسائل. النقطة الثانية، من يريدون هذا الهدف يجب أن يتحدوا ويضعوا خطط مشتركة. أنا لا أقول شخص قائد واحد، أن يضعوا قيادة جماعية للوصول لتحقيق هذا التشخيص الذي وضعوه، والذي هو انعكاس لمتطلعات الشعب الكردي. إن استطعنا أن نعمل ذلك، وأنا أعول على الدور المثقف، وخاصة أنا لاحظت البعض كتب أنه ليس هناك مثقفين كرد، فليعودوا لما يكتب المثقف. الكثير لا يقرأ ماذا يكتب المثقف ويأتي اليوم ليقول ماذا فعل المثقفون الكرد. يعني شيء غريب. لذلك عندما يتحد الخطاب الكردي الذي يحقق ما يريده الشعب أو شخص مرض الشعب ويريد العمل على شفاء الشعب بإقامة دولة كردستان، سنحظى بأصدقاء من كافة العالم. وعلينا أن نفتح مجال الحوار مع الجميع ومن الصفر، وتشكيل لجان جديدة مع طاقات أكاديمية مختصة. أنا لا يمكن أن أخاطب البريطاني السياسي الدارس في العلوم السياسية بعقلية طبيب الأسنان. يجب أن يكون مسعود محمد الذي يدرس العلوم السياسية هو من يخاطب السياسة البريطانية. نتمنى ذلك. نتمنى. يردنا سؤال آخر أيضا من الأستاذ مصدق عاشور. ماذا يعرف الأخ صلاح دكتور صلاح حدو عن النورماندي في فرنسا وعن كورنويل في بريطانيا عن كردستان؟ يقصد أعتقد النورماندي كورنويل 2021. باختصار لو سمحت دكتور صلاح. لا أعرف وصلتك الفكرة. لا أعرف ماذا يهدف الأخ من النورماندي التي ربما هي توفر الغرب مع أعتقد أمريكا في الهجوم على السواحل. أعتقد متعلق بسياسة بريطانيا تجاه كونه نعم الموضوع يعني
هو تشارك الدول الحلفاء في في النزول على النورماندي وبداية هزيمة ألمانيا. أما إذا كان يريد أن يرجعني إلى كلام ترامب أن الأكراد لم يشاركوا في النورماندي فهذه أعتقد لا أعرف ماذا يطلب. على أي حال نعم. تردنا أسئلة كثيرة، سنسعى قدر الإمكان للوقوف على بعض منها. وردنا سؤال قبل قليل من فنان خليل قادر، لا أدري الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الزملاء في غرفة الكنترول عبد الخان تبداري، أتمنى من الضيوف الأستاذ صلاح حدو، كان سؤال موجه لك لذلك طلبته. منذ قرون ونحن الكرد نبحث عن الحرية في اسمه، وبعد 100 عام وها نحن نرى اليوم أننا ما زلنا أمام رهينة السياسات والمصالح الدولية، وما زلنا حفاة نمشي على أرصفة الأمل. في كل مرحلة نكون قريبين للحرية ونتفاجأ بأن العقبات هي أكبر من أحلامنا. سؤالي هنا: ما مسؤولية سياستنا الكرد فيما يلحق بنا من هزائم؟ وهل علينا أن نموت جميعا أكثر مما هي الخيام تتكاثر للكرد في الداخل والخارج، وصار الوطن الآن شبه خال من كافة الكفاءات والنخب؟ نعم سيد العزيز، أنا أريد أن أقول العالم كله لنفرض وقف، وشاهدنا أنه وقف ضد استفتاء الاستقلال في كردستان، ولكن لو لم تقم بعض الجهات في الاتحاد الوطني بهذه الخيانة المكشوفة وطعن البيشمركة من الخلف، وبنفس الوقت لو لم تقم قيادات الPKK بالتهديد بتحويل شوارع هولير إلى شوارع من دماء إذا نجح الاستقلال أو استقلت كردستان، كنا سنفرض على العالم شيء جديد، وهو الاتفاق الكردي. صحيح 92.7%، ولكن مع موقف سياسي واحد، وعند ذلك سنحصل على نتيجة ما حصل عليه الأخ مسعود وكردنا في لبنان. عندما نكون صوتا واحدا يا سيدي، حتى لو لم نكن على جدول الساسة العالميين أو على طاولة الساسة العالميين، سنصبح ورقة ضاغطة جديدة على الطاولة. هناك كثير من الأمور الطارئة تحدث، ولكن تفرض نفسها بأن تكون هي الأولوية. مثالا اليوم الحرائق في تركيا ربما لم يكن مرصود لها هكذا أموال، ولكن أصبحت حالة طارئة. لذلك على الكرد أيضا أن أدعو كما يعمل السيد مسعود والكثير من المثقفين الكرد ومنهم اتحادنا في تقريب وجهات النظر وتوحيد الخطاب الداعي لإقامة دولة كردستان. أنا لا أطالب من يبحث عن الإيكولوجيا ولن أخاطبه، لأنه لم يسمع مني كقياداتهم، نعم. كقواعدهم. نعم، عندما نكون قوة على الأرض. خذ مثال بسيط: لو نجحنا في الاستفتاء بدون خيانات والPKK أعلن أنه يقف مع استقلال كردستان، والاتحاد الوطني كما وقع على إقامة الاستفتاء لو وقف بكل مواقفه وليس بازدواجية، كنا سنحتفل بدخول الكرد على طاولة المباحثات الدولية من مصدر قوي. نعم، شكرا. سؤال مشترك لكم: الخيارات الراديكالية المتشددة هي الأخطر عالميا، ما السبل التي يمكن اتخاذها لإنقاذ كردستان من هذا التهديد برأيكم؟ وأيضا سؤال فرعي مكمل
ما مستقبل الحركات الأصولية في كردستان؟ كونه متعلق أيضا بنفس ذات السياق. نعم، لنبدأ منك أستاذ مسعود. أولا، أخطر ما يمكن أن يصيب الجسم الكردستاني هو أن ينشأ داخل جسمنا الكردستاني تنظيمات إسلامية متطرفة. وقد كان هناك محاولات لإنشاء بعض الفروع المتطرفة خاصة في منطقة حلبجة وتلك المناطق الحدودية، وكان هناك دور مهم لإيران بتقوية هذه التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة، حيث لعبت إيران دور سلبي جدا بدعم هذه التنظيمات، وهي التي لعبت دور بتقوية القاعدة وبتقوية داعش داخل المنطقة. وكنا نعلم بأن الزرقاوي مر عبر إيران حتى يدخل إلى العراق. لذلك أنا أحذر بأنه هناك رغبة حقيقية بزرع هذا الجسم السرطاني داخل الأكراد، خاصة وأننا نحن الأكراد معروفين بأننا منفتحين، مسالمين، محبين للحرية، محبين للديمقراطية، ليس عندنا أي تطرف، وليس هناك نادرا ما تستطيع أن تميز المسلم عن المسيحي داخل مناطقنا الكردية. نحن نعيش بلسان واحد وبقلب واحد وبحالة واحدة داخل مناطقنا. مهم جدا أن نحافظ على هذا الوضع وأن نحاول أن يبقى هذا الرمز موجود دائما بيننا في كل المناطق، ليس فقط في كردستان العراق، حتى في سوريا في القامشلي نادرا ما أنت تستطيع أن تميز جارك المسيحي عن جارك المسلم. هم كلهم موجودين بشكل أخوي ويعيشون معا في داخل المنطقة دون أن يكون هناك أزمة بالاعتقاد الديني. الكردي ليس عنده هذه الأزمة وليس عنده هذه المشكلة. هذه المشكلة يحاولون زرعها داخل منطقتنا. مهم جدا أن ننتبه إلى هذا الموضوع وأن لا نسمح بهذا الجسم السرطاني بأن يتطور داخل منطقتنا ويكبر. وقد وجدنا النموذج هو داعش الذي دخل إلى المنطقة، ونستطيع أن نسرد كتب وكتب وكتب حول ما قام به داعش داخل منطقتنا وكيف قام بقتل وسبي النساء والرجال. شو المستقبل؟ شو بتتوقع مستقبل هالحركات؟ هذه الحركات تستند إلى أجندة دولية، وهذه الأجندة الدولية هي التي تحركها. هل تستطيع أن تقول لي كيف استطاع أن ينتقل 5000 مقاتل من أوروبا عبر تركيا إلى العراق وسوريا لو لم يكن هناك غض نظر دولي عن هذا الموضوع، ولو لم يكن هناك إرادة دولية بأن يصل هؤلاء المقاتلين لأن يعبثوا داخل منطقتنا ومثلهم من الشيشان ومثلهم من المناطق الأخرى؟ كيف استطاعوا أن ينتقلوا كل هؤلاء المقاتلين ويكونوا موجودين داخل منطقتنا إن لم يكن هناك غض نظر دولي؟ هناك أجندة دولية خفية تعمل على تقوية هذا التطرف ليحاولوا ضرب الوحدة داخل المنطقة ويحاولوا أن يفككوا هذه المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية متناحرة. نعم، دكتور صلاح، ما رأيك بهذا؟ وأنت أيضا كتبت الكثير عن هذا الموضوع. يا سيدي، أنا سأستشهد بالكاتب الأفريقي آلان مابانكو في روايته فلفل صغير، نقلا عن الزعيم الأفريقي جومو كيناتا، قال: عندما جاء البيض إلى أفريقيا كانت لدينا الأرض ولديهم الكتاب المقدس. لقد علمونا أن نصلي وأعيننا مغمضة، ثم فتحنا أعيننا كان الكتاب المقدس بيدنا والأرض بيد البيض. يعني يسألني الكثير يعني، وسأجاوب بشكل شفاف. متى بدأت منذ متى الدم الكردي يسيل بهذه الغزارة وبهذا ونتعرض لهذا الاضطهاد؟ الحقيقة سأذكر حادثة ثانية ربما تسهل على المستمعين. كيسنجر في كتابه ذكر أنه في أحد لقاءاته مع الزعيم السوفيتي
الأخير كان يقول، سأله: أنتم تعانون من مشكلة في القمح وكنتم من أكبر الدول المصدرة للقمح، لماذا نشأت هذه المشكلة لديكم؟ متى نشأت؟ فأجابه صوت خافت كان ينظر من النافذة وقال: منذ عام 1917، وكان غورباتشيف الذي كان السبب في انهيار الاتحاد السوفيتي. في كردستان بدأ الدم الكردي يسيل منذ 1400 عام عندما دخل الإسلام. يقول الباحث الكردي الصادق والأكاديمي البروفيسور أحمد الخليل أن محتلي كردستان لا يعتبرون الدين الإسلامي دينا للعبادة، وإنما إيديولوجيا للاحتلال ولإذلال الشعب الكردي. وهذا ما يحصل اليوم. لاحظ كما ذكر الدكتور مسعود، إيران دولة شيعية، وإذا نظرت أنها تحارب الفكر السني، ولكن لاحظ في السليمانية وحتى في الأحزاب الكردية الإسلامية الموجودة في كردستان الجنوبية، لاحظ أنها تدعم هذه الأحزاب وتعمل وتدفع نقودا لتحفيظ القرآن ولوضع الإشارب ولوضع. إذن علينا أن الكرد بعيدون عن التزمت وبعيدون عن الإرهاب الأصولي والفكر الإسلامي، ولسنا أبدا مناخا مناسبا كي ينمو هكذا فكر. ولكن ما يجب على الكرد أن يقفوا وبصوت واحد ضد مشاريع الأحزاب الإسلامية. الإسلام السياسي لسنا بحاجة ككرد للإسلام السياسي بالمطلق، وأعتقد أن كردستان العراق التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها وننطلق منها لإقامة إقليم في كردستان سوريا، في كردستان تركيا، في كردستان إيران. يجب أن نقف ضد الفكر السياسي الإسلامي أو الإسلام السياسي، لأنه لاحظنا ما دخل الإسلام السياسي في مكان إلا كان سببا للوبال، وشاهدناهم عندما احتلوا عفرين. يسأل المواطن العفريني كم عدد صلوات كذا، وينشر فيديوهات وهو يسكر ويسرق ويغتصب الحرائر. طيب أين التعاليم الإسلامية شرائعك مما تفعله أنت؟ هو بس يسأل الكردي لأنه لا يفهم العربية كم عدد الركعات، الكردي لا يفهم ما هو السؤال، فلذلك يجيبه غلط، وهو ينفذ عكس ما يقوله. لذلك أتمنى على جميع الساسة الكرد والحكومات المشكلة وقيد التشكيل أن تنظر بنظرة الريبة تماما لكل حزب إسلامي، ويجب منع الأحزاب الإسلامية السياسية بين الناس لنترك الإسلام دينا للعبادة. وهناك شيوخ في الإسلام ومفكرين إسلاميين كبار يتبعهم الملايين، أنا أجلهم وأنا ابن عائلة من المشايخ، ولكن يجب أن نفصل الدين الإسلامي في كردستان عن السياسة تماما، لأن كردستان هي خليط من عدد من المذاهب والمكونات الأخرى. نعم، شكرا دكتور. فدرالية كردستان في 4 أجزاء كردستان، هل هي نقطة البداية بالنسبة للسؤال؟ الأستاذ خورشيد الشاعر ميديا الشيخي، شكرا. يردني سؤال أيضا، أعتقد أن مصير باقي مناطق الرجأة كمصير عفرين طالما السلوك سلطة الأمر الواقع لم يتغير برفع الأعلام والصور. سؤال موجه للأستاذ مسعود، وسنختم حلقتنا لهذه الليلة بعدها. تفضل. أولا، هم روجأفا هو هم كبير، وأدعو الجميع من خلال هذا المنبر أن يعملوا على برنامج المصالحة والوحدة الذي وضعه الأخ الرئيس مسعود البرزاني.
دون أن نصل إلى الوحدة لن يكون هناك مستقبل لروجافا. وأنا لا أقول ذلك فقط لكي أدعم موقف الرئيس مسعود البرزاني، أنا أقول لأنه من مصلحة الشعب الكردي في سوريا أن يكون هناك عندهم وحدة داخل صفوفهم، حتى ولو اتفقوا بلحظة من اللحظات فيما بين بعضهم يا أخي بشكل استثنائي أنه نحن مصلحتنا نرجع نتفاهم مع النظام، فليكن، خلي يكون في وحدة داخل التفكير العقل الكردي السوري بأن يضع برنامجه، لأنه حالة الشتات التي نراها الآن وحالة التطرف التي نراها الآن داخل روجافا بالمقابل الآخر، وعدد كبير من الأحزاب. بصراحة أنا اليوم إذا بدي أعدد الأحزاب الكردية السورية ما بعرف أعددهم، 40 50 55 حزب، الله أعلم. للأسف نعم. لذلك قبل كل شيء علينا أن نسعى إلى برنامج وحدوي. قبل أن نبدأ بهجوم على بعضنا، من السهل جدا الآن أن أبدأ بعملية هجوم لن تنتهي إلى الصباح. رسالتي الوحيدة لروجافا: حافظوا على هويتكم، لكم هويتكم الخاصة. لقد كان أكراد سوريا رديف أساسي لكل الثورات الكردية، دعموها وساندوها ووقفوا معها، ولنا في ذلك مثال المغني محمد شيخو رحمة الله عليه، الذي ذهب حتى إيران لدعم الثورة الكردية والقضية الكردية. أكراد سوريا لم يقصروا ولا يوم بدعم كل القضايا الكردية في كل المناطق. الآن هم بحاجة أن نعمل جميعا على مساعدتهم على بلورة برنامج سياسي يقربهم من بعض ويوحدهم من بعض. هذا هي رسالتي، ما عندي أي كلام ثاني. لست مستعد لا أن أهاجم أحد ولا أن أختلف مع أحد. أنا فقط يعني على طريقة أخونا دكتور صلاح سأدعو لهم بأنه الله يهديهم ويتوحدوا. أحييك. شكرا أستاذ مسعود. دكتور صلاح، كلمة أخيرة باختصار. سيدي، أنا أتمنى طبعا ونعمل لذلك. التمني هو كلمة لطيفة للمشاهدين، ونعمل لذلك. أنا أتمنى أن يتوحد الخطاب الكردي في كردستان الغربية. هناك الكثير، سأكمل جملتي ثم سأرد على نقطة صغيرة. الأنكسة، المجلس الوطني الكردي، مطلوب منه خارطة الطريق. الحقيقة هو مقصر تماما، هو موجود في الائتلاف، لم يظهر لنا خارطة الطريق في قبل احتلال عفرين وبعد احتلال عفرين وإلى اليوم. وكذلك الطرف الآخر الجنرال مظلوم عبدي، أقول له جاءتك الفرصة الذهبية، أنت انتميت للباككا لتحرير وتوحيد كردستان، وباككا تغير ولم يعتذر كما قال رضا ألتون في لقائه مع جريدة السفير في عام 2016 أنهم أخطأوا في طرح موضوع كردستان بعد 4000 قرية مدمرة، 400 قرية في كردستان العراق. أنا أدعوه أن نحن نعول عليك لأنك ابن عائلة، ونعتقد أن مورثاتك يجب أن تلعب الدور الإيجابي. يجب أن تعملوا صوتا لكرد روجافا، لكردستان الغربية، أنتم والأنكسة. نحن لا نطلب منكم ولا نتدخل في حيثيات السياسية الصغيرة مثل الأنكسة، هل يجب أن تبقى في الائتلاف لا تبقى، أنت يا مظلوم عبدي وقسد هل تبقون على علاقة مع بيكيكي أم لا تبقى، ولكن ليكن لكم شخصية كردستانية لروجافا. ومن العار أن تذهب هذه الفرصة أيضا يا مظلوم عبدي خاصة وهي قيادة الأنكسة، وتظلم ابنتكم عندما تصبح أما في المستقبل، وأمهاتكم وزوجاتكم وكذا في المستقبل القريب، وزوجات أولادكم، نتيجة فرصة تاريخية كنتم قادرين على أن تحموا المستقبل الكردستاني في روجافا ولم تفعلوها. لذلك أنا أعول على السيد مظلوم عبدي لأن رئيس أمريكا أطلق عليه لقب الجنرال، ونحن نعرف أن الألقاب
كل من أخذها عن طريق قادة كبار. لذلك الفرصة التاريخية اليوم موجودة. إن وحدنا خطابنا ككرد سوريا، يا مظلوم عبدي، أنت اليوم لديك إمكانية كبيرة بتوحيد الخطاب الكردي مع الأنكسة، ليس كرجالات أنكسة، كفكر كردستاني لإقامة دولة كردستان أو للفيدرالية الكردية في روج آفا. كلمة أخيرة لمن ركزوا 10 مرات على أن الدكتور صلاح يقول كردستان سوريا وكردستان نعم. معلش سأرد بشكل لطيف. فضل. أنا في النرويج تقدمت بطلب اللجوء السياسي. أنني من كردستان. من أي كردستان؟ أنا من كردستان يا أخي. أنا كردستان هي دولة واحدة، أنتم قسمتموها كأوروبيين، ولكن إذا لم تقل لهم عبارة واقعية أنا من كردستان سوريا، من كردستان العراق، فهذه ليست بمعنى أنني أعترف باحتلال السوري لكردستان، لأن أصلا سوريا ما هي اللي عملت عفرين ضمن كردستان؟ بريطانيا وفرنسا هن اللي عملوها. تحياتي للجميع، وفرصة جميلة جدا أن كنت شريك للباحث الكردي الذي استفدت منه كثيرا، الأخ مسعود فوزي. أعتذر. شكرا. وأضم صوتي بصوتك بما يختص بموضوع الأخ مظلوم عبده، أضم صوتي بشدة إلى صوتك. نتمنى ذلك وشكرا لحضوركم معنا أعزائي المشاهدين. داهمنا الوقت. شكرا لمتابعتكم، وشكرا لكل من كتب لنا ولم نستطع أن نرد عليه نظرا لضيق الوقت. وإلى حلقة أخرى نترككم برعاية الله. شكرا.